الارتقاء والتهديف واستغلال العرضيات الآن، وما هو القرار للحكم الجابوني؟ يأمر بالاستمرار، تسديده وهو الله، لكن راية رفعت على مهند علي. الجابوني بيير اتشوك ذو 30 عام كان قد أشار بوجود حالة تسلل، يقول له فيها فار، يقول له لو فيها فار حيستدعين. هذه بداية، وهنا الانطلاقة في البداية من نفس اللاعب. تقدم أحمد يحيى، وقع على أرضية الملعب أحمد يحيى، أبعدت هذه الكرة لتصل بعد ذلك للتسديد. هذه مراجعة لحالة بين أحمد يحيى والظهير الأيمن إيمانويل، لكن أمر باستمرار اللعب. هل كان مهند في المصيدة؟ هدف سليم، هدف أعتقد أنه سيتم احتسابه لمصلحة العراق. مهند علي لم يكن متسللا أم كان متسللا؟ أعاد، هدف سليم، مهند علي يسجل الثاني للعراق. أسود الرافدين قد خرجوا في هذا المساء من أجل أكل الحلوى. هكذا يأتي المشهد البحريني بهذه الصورة في 25 دقيقة فقط. الهجوم الفتاك، أيمن حسين أولا، مهند علي ثانيا، يسجل هدفين في شباك البحرين. هذه الأولى أمر بالاستمرار ثم سددت. أبدا ما كان مهند في مصيدة تسلل ليحتفل القميص رقم 10 بثاني أهداف العراق، ويحتفل بهدفه الشخصي رقم 27 مع العراق. إنه مهند علي يظهر بهذه الصورة ويسجل في شباك عمر سالم. هكذا يصرخ الأسترالي إجراهام ليأتي العراق